السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. النهاردة هتكلم على الليب بالم اللي انا جربتهم. قبل ما اتكلم عنهم، اللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكوا على طول. اول حاجة هتكلم عنها اللي هي الكارمكس. كارمكس ده الشكل القديم بتاعها وده الشكل الجديد بتاعها. الشكل الجديد بتاعها مكتوب على هو مكتوب عليه ان هو فيه SPF 15. احلى حاجه فيه ان هو فيه SPF عشان خاطر الزبده الشفايف عامه يا جماعه بتتعرض من الشمس، الشمس بتغمق الشفايف. فانتوا حاولوا تحطوا ليب بالم او تحطوا اي حاجه يعني على شفايفكم. ليب جلاس مثلا يكون فيه SPF. وانتوا ما عندكمش ليب جلاس مثلا حطوا ليب بالم فيها SPF. في حاجات ارخص من كده ممكن تلاقوها فيها SPF. حطوها علشان خاطر الشمس بتتعرض للشفايف وبتخليها تسمر. وانتوا بتقولوا ان شفايفي مغمقه او اسمرت، طبعا ده من اثار الشمس. فانتوا مش عارفين المعلومه دي او ممكن في ناس عارفه المعلومه دي، فانتوا خلي بالكم ان هاتوا حاجه لليب بالم يكون فيها SPF عشان خاطر تحمي شفايفكم. في اللي هي البيزلين اعتقد بيكون فيها SPF عشان خاطر برضو بتحمي الشفايف، ارخص من دي. بصوا دي الشكل الجديد، ده الشكل القديم. الشكل القديم كانوا عاملينه فعلا اللي هو زي الليب ماسك، زي بصوا كده تقيله قوي عامله زي الفازلين. لكن الشكل الجديد خففوها حبتين، خلوها خفيفه. بصوا خلوها خفيفة وخلوها حلوة، يعني ان الشفايف ممكن تحطها بالنهار. عشان كده هما عاملينها SPF فيها، فاهمين؟ فهما خلوها خفيفة عشان خاطر الناس تحطها بالنهار تهتم بشفايفها، لان في ناس كتيرة بتحط الليب بالم بس وتخرج، لكن غير الناس اللي هي بتحط روج، بتحط ليب جلاس، بتحط الحاجات دي. فانا منهم، انا بحط ليب بالم وبخرج، ما بحطش مثلا لما يكون ليا مزاج بحط. لكن انا الديلي يعني على طول بحط ليب بالم بس. تاني حاجه هتكلم عنها اللي هي دي طبعا ناس كتيره بتحبها قوي قوي قوي، هي الميلونة. دي ارخص حاجه في اللي احنا قاعدينها في المجموعه دي. عايزه اقول لكم حلوه قوي، بترطب الشفايف حلو. بس هي مشكلتها ان هي تقيله، فانتي محتاجه ان انت تحطيها بالليل بس عشان خاطر هي تقيله قوي. بصوا شايفين تقيله قوي قوي يعني. فحاولوا تحطوها بالليل، اهتموا بشفايفكم بالليل، عشان يا جماعه لو انتم ما اهتمتوش بشفايفكم هتبقى شكلها مش حلو. وانا بالنسبه لي ان اهم حاجه في البشره او في الوش شفايفك وحواجبك. مش عارفه بقى هل انا صح ولا لا، دول اهم حاجه عندي، يعني شفايف والحواجب، مش عارفه ليه. بس حاولوا تحطوا منها كل يوم. دي حلوه قوي، دي بحوالي حاجه و20 متهيألي، او ما كملتش ال20، مش فاكره والله بكام بالظبط. ممكن تكون ب12 والله ما فاكره. بس اهم حاجه ان هي حلوه وبتعالج فعلا جفاف الشفايف. وهي اصلا عامه ان بابليك لونا منتجاتها تحفه، يعني منتجات لونا تحفه قوي. طبعا في اللي هو الفازلين اللي هو من بيور. طبعا لو احنا ما عندناش اي حاجه من دول وعايزين نرطب شفايفنا، رطبوا من البيور ده فازلين. ده اللي هي اللي مش الفازلين العادي اللي هو مقاطعه. ده اللي هو مش مقاطعه بيكون شكله كده عادي خالص، فانتي بيكون شكله كده فانتي بتجيبيه. ده طبعا ينفع لرجلينك، ينفع لكوعك، ينفع للركب، ينفع للشفايف، ينفع لكل حاجة. ده بيكون صديق العيلة في فترة الشتاء. بعدين هنتكلم على دول اللي هما دول انا جبتهم من اونلاين برضو. دول عايزة اقول لكم حلوين قوي فوق ما تتخيلوا. حاسة فعلا ان هما دول حلوين، يعني بعد الكارمكس. انا بالنسبة لي اللي هما دول الانابل تحفه صراحه. هم فعلا ليب ماسك حلوين قوي، بيخلوا شفايف طريه. تصحي من النوم هتلاقي شفايفك مترطبه، تحسيها كده فيها ناعمه كده، يعني تحسوا كده ان هي حلوه طريه كده. فعايزه اقول لكم حلوين قوي الاتنين، انا بستخدمهم معايا على طول، بيخلص بجيب تاني منهم لان هم الصراحه تحفه.
معرفش سعرهم كام، بس اعتقد حوالي ب100 وحاجه دلوقتي سعرهم. انا كنت جايباهم برضو ب100 وحاجه، فمش عارفه بقى بكام بالظبط، مش عارفه. بس عايزه اقول لكم ان بابليك حلوين قوي، لازم تجربوهم. في منهم 3 اشكال، بس انا عندي الشكلين دول تحفه تحفه تحفه. هتقولوا لي انهي الاحلى اللي عجبك، هقول لكم الاتنين حلوين الصراحه، بالنسبه لي الاتنين تحفه. بعدين دي انا اتكلمت عنها قبل كده، دي برضو منتج على قد الايد، هو منتج بس مش حلو قوي. يعني ان حابب ان هو يحط ماسك او يحط ليب بالم على طول كده رايح جاي، وهو قاعد مثلا يحط منه، بس هي كترطيب لا مش عجبتني، ترطيبها ضعيف قوي قوي قوي، فما حبيتهاش الصراحه. بس انا بحاول ان انا استخدمها عشان خاطر مش عارفه اوديها فين يعني. طبعا ده انا ما اتكلمتش عنه قبل كده، ده عباره عن لب بلسم. هو عباره عن زي الماسك كده، بصوا شايفينه، بيخلي شفايف حلوه وكل حاجه، بس انا ما حسيتش ان هو واو، يعني ما حسيتش ان هو 10/10، او ما حسيتش اللي هو ان هو اديله تمنه. انا مش فاكره كنت جايباه 200 متهيألي، او كنت جايباه ب100 وحاجه، والله ما فاكره بكام بالظبط، لان ده معايا ليه كتير، يعني حوالي سنه. فعايزه اقول لكم ما شفتش منه نتيجه حلوه، عشان كده ما كملتش عليه. بس هو مش عارفه يعني، ممكن يكون حلو، يمكن انا ما اهتمتش بيه، يعني ما اديتلهوش اللي هو البتاع يعني ما اديتوش حقه. مش عارفه بقى، هل انا ما اديتوش حقه، ولا هل هو وحش، ولا هل انا العيب فيه انا مش عارفه الصراحه، مش عارفه. تالت حاجه، او مش عارفه احنا كام حاجه، اللي هي دي اللب، اللي هو ده ده لب ماسك حلو قوي قوي قوي. بصوا انا معايا واحد، ده كانوا 2 مع بعض، حتى واحد جنبي جنب السرير، وحاطه هنا واحد يعني احتياطي لما يخلص ده استخدم ده. عايزه اقول لكم حلو قوي قوي قوي، كيوت كده في نفسه. بصوا كده العلبه نفسها كيوت، حلو قوي. بس عايزه اقول لكم يعني ملحوظه، يعني مش كل اللي شكله حلو كده ويبقى شكله امور فعلا بيرطب الشفايف، يعني اختصرت الموضوع. فانا ما شفتش منه نتيجه حلوه، هو بس كل الحكايه ان هو شكله حلو قوي، وتحسوه كده زي الاطفال كده حاسه كده زي حاجه، زي مش عارفه زي الحله ولا ايه، بس هو ان بابليك حلو يعني، بس هو كنتيجه مش هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها. بعدين اللي هو ده برضو جبته من باليا، ده حلو قوي يا جماعه، تحفه، حلو قوي قوي قوي. انا جبت كانوا 2 كان عليه عرض من زمان، ده انا سايبه واحد هنا على المكتب والتاني جنب السرير. حلو قوي 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 فوق ما تتخيلوا، حلو عجبني قوي، ترطيبه هايل. انا مش بحطه على الشفايف بس، بحطه حوالين الشفايف كمان، عشان خاطر يرطب لي المنطقه دي اصلا انا ونايمه. فعايزه اقول لكم تحفه، ريحته حلوه، قوامه تقيل، هتحسوا كده ان في حاجه تقيله على شفايفكم، حاول ما تكتريش منه عشان خاطر هو فعلا تقيل. فنتيجته لا نتيجته حلوه، هتعجبك، حلوه. بس ما اعرفش دلوقتي بقى بكام، يعني ما اعرفش الصراحه. في كمان دول اللي هو ده من لابيلو، وده من كير باي مور، كير اند مور. كير اند مور ده يا جماعه ترطيبه مش حلو قوي، الشفايف مش عجبتني، فمش عارفه يعني، ما حسيته ضعيف يعني. لكن كترطيب شفايف لا، ما حسيتوش ان هو يستاهل كلمه ليب باتر، ما يستاهلش الكلمه دي قوي، هو اخره ليب بالم، والليب بالم كمان ضعيف يعني مش قوي. فما مش عارفه يعني، انتوا عايزين تجيبوه هاتوه براحتكم عشان الخاطر رخيص هو فعلا، فعايزين تجربوه هاتوه جربوه، لكن كنصيحه مني بلاش تجيبوه. تاني اللي هي دي كمان من لابيلو. عايز اقول لكم منتجات لابيلو اصلا كلها تحفه. دي عباره عن بتر حلو قوي، بصوا كده تحفه، تحسوا كده زي البتر اللي هي بتدهنوها على جسمكم، هي فعلا ريحتها بالكاكاو، اللي هو ده الفانيلا والمكاديميا، مكاديميا مش عارفه هي ايه بصراحه، بس مش عارفه. هي صراحه ان بابليك حلوه قوي قوي قوي، معرفش بقى بكام دلوقتي، لان انا جبتها من زمان. هي شكلها كده شايفين، تحسوها فعلا لب بتر، تحسوها فعلا زبده، هي فعلا زبده، تحسوها زبده الجسم.
بعدين هي في كمان دي انا عملت قبل كده عنها ريفيو. دي عبارة عن ليب ماسك زي اللي هو زي العسل، زي برطمان العسل كده. بصوا هي حلوة قوي وكل حاجة، بس برضو ما ادتنيش اللي هو الترطيب اللي انا عايزاه. يعني ما مش حسيتها اللي هي 10/10 يعني. دي مثلا 7.5 بالكتير، فما حبيتهاش قوي الصراحة. نيجي بقى على اللي هو عايز يجيب حاجة واحدة بدل اللي انا بقوله ده كله، وعايزين تجيبوا حاجة حلوة قوي، هاتوا طبعا اللي هو ده. عايزه اقول لكم تحفة. انا ده ما بستغناش عنه بصراحة. ده معايا على طول، يخلص اجيب غيره. خلي بالكم في منه التقليد وفي منه هو الاصلي، خلي بالكم من الاصلي والتقليد. طبعا دي انا معرفش اللي هي الكام، بس انا عايزه اقول لكم ان هو تحفة تحفة تحفة. بحطه كل يوم قبل ما انام، وبصراحة بيخلي الشفايف فعلا رطبة وبيخليها حلوة قوي. المضروب منه ما بيرطبش الشفايف نهائي، هو بس عبارة عن حاجة تحطيها على شفايفك وبس، لكن ما بيعملش اي افكت ليها للشفايف. فانتوا خلي بالكم من الاصلي والمضروب، عشان خاطر المضروب كأنك ما جبتيش حاجة، رميتي فلوسك على الارض. فهاتوا منها الاصلي هتلاقوا منها نتيجة. ده كان فيديو النهارده عن الريفيو او عن الزبدات المرطبه للشفايف، مش اللي هي الليب باتر والليب ماسك اللي بتاعت الشفايف والفازلين برضو. ف مش عارفه اسعار، عشان محدش يقول لي اسعار ده ايه واسعار ده ايه. معرفش كمان جروب اللينكات اللي انا جبت منهم، انا جايباهم دول من زمان، فمش ما تسالنيش على الحته دي لان انا مش فاكره اي حاجه خالص. بس انتوا ممكن تاخدوا سكرين شوت منها من الصوره وتسالوا عليها، لكن كاسعار انا مش عارفه اي اسعار. ده كان فيديو النهارده، طولت عليكم معلش انا اسفه. بس كده هو فيديو حبتين طويل، بس لازم كنت اعمل الفيديو ده. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.